السلام عليكم ورحمة الله. أحلى وأغلى وأجمل دكاترة في الدنيا. حبايبي ربنا يقويكم يا رب ويجيب تعبكم بخير. بنتقابل بفيديو جديد، فيديو مهم وفيديو مهم جدا كمان. هنتقابل مع بعض نراجع أسئلة الثانوية العامة على باب الصخور. النهارده علوم أرض، النهارده جيولوجيا. هنراجع كل أسئلة الثانوية العامة اللي جت في الباب بتاع الصخور. صلى على النبي، يلا بينا نتوكل على الله. السؤال الأولاني بيقول لي: أثناء زيارتك لمعرض أحد المحاجر وجدت تمثال مصنوع من صخر تظهر فيه ألوان مكوناته المعدنية أوليفين، بايروكسين، أمفيبول. بفكر في الفوق قاعدي والقاعدي، بس هنا ظهر فيه أمفيبول يبقى قاعدي. ما اسم هذا الصخر؟ بازلت، دايورايت، جبرو، بيردوتايت. يبقى على طول قاعدي. جبرو تظهر فيه ألوان مكوناته المعدنية هي الأوليفين والبيروكسين والأمفيبول. 2. أي العلاقات البيانية التالية تعبر عن العلاقة بين عدد البلورات الموجودة في الصخر الناري والعمق الذي يتبلر عنده؟ كل ما كانت الصخور جوفية في باطن الأرض، كل ما كانت البلورات أكبر حجما وأقل عددا. يبقى كل ما كان العمق كبير كل ما كان عدد البلورات أقل. إنما لو اتبلورت على سطح الأرض كانت بلورات صغيرة الحجم كثيرة العدد. يبقى هنا العلاقة بين عدد البلورات والعمق علاقة عكسية، يبقى الإجابة عندنا هي د. ما الترتيب التصاعدي للصخور النارية تحت السطحية من حيث نسبة السيليكا؟ من حيث نسبة السيليكا. أنا عايز السطحية، يبقى أنا هجيب صخور نارية سطحية. يبقى أنا هجيب الأول، أنا عايز تصاعدي، ده دكتورة وأنت تصعد السلم. يبقى أنا عايز الفوق قاعدية أقل من 45، القاعدية من 45 ل 55، المتوسطة من 55 ل 66، الحامضية أكبر من 66. وبالتالي الترتيب دوليرايت، دايورايت، مايكرو جرانيت. تنفع دوليرايت، دايورايت، مايكرو جرانيت. انا كده رايح في اتجاه الصخور الحامضيه، يعني في اتجاه نسبه السيليكا الاعلى. 4. ادرس الشكل المقابل جيدا ثم اجب. يمثل الصخر العينه 1 ملم، 1 ملم، وفي بلاجوكليز، وفي اوليفين، وفي بايروكسين، جبرو، بازلت، رايولايت، جبرو، دايورايت. هو مش جبرو، خشن، مش دايورايت. عينه 1 مللي يعني حجم البعبات صغير. بازلت ولا رايولايت؟ ده قاعدي وده حامضي بس فيهم اوليفين وبايروكسين وامفيبول، يبقى بازلت. 5. عند زيارتك للمتحف الجيولوجي وجدت عينة لصخر فاتح، يبقى أنا بتكلم في صخور حامضية ذو بلورات كبيرة واضحة، يبقى ده حامضي جوفي. أي المعادن الآتية من المتوقع عدم وجوده في عينة الصخر؟ أوليفين وبايروكسين، كوارتز وأمفيبول، كوارتز ومسكوفايت، أورسوكليز وبيوتايت. طبعا أوليفين وبايروكسين لأن دول بيبقى فيهم نسبة أكبر من الحديد والمغنيسيوم، وبالتالي اللون بيبقى غامق أو أسود، يبقى دول مش موجودين. إنما الكوارتز بيخلي اللون فاتح، وفي الإسبار الأورسوكليزي بوتاسي يخلي اللون فاتح. 6. عينة صخرية مجهرية تحتوي على نسبة كبيرة من الأوليفين والبايروكسين. ده مجهرية يبقى سطحي. أوليفين وبايروكسين يعني قاعدي يا إما فوق قاعدي. فمن المتوقع أن يكون، أنا ترجمتي للسؤال من البداية توصلني للي أنا عايزه. مجهرية يبقى سطحي، أوليفين وبايروكسين هفكر يا في قاعدي يا فوق قاعدي. فوق قاعدي جوفي لأ، جوفي لأ، متوسط لأ، بركاني يبقى هو فوق قاعدي بركاني. 7. أي العوامل التالية يتأثر باختلاف التركيب المعدني للصخور النارية؟ مكان التبلر، نسيج الصخر، درجة حرارة التبلر، معدل تبريد المجمى. يتأثر باختلاف التركيب المعدني للصخور النارية. مكان التبلر،
نسيج الصخر درجة حرارة التبلور هي اللي تتحكم في الكلام ده كله، لأن على حسب درجة الحرارة اللي بتبلور عندها هيبقى معدل التبريد، فهيبقى معدل فقد الحرارة، فهيبقى معدل حجم الأيونات. 8. لديك صخر ناري ذو لون غامق، بتكلم في قاعدي فوق قاعدي، يدل ذلك على نسبة السيليكا وتركيبه، نسيجه وظروف تكوينه، مكان التبلور، معدل سرعة التبريد. لو بصيت هتلاقي ان النسيج ومكان التبلور ومعدل سرعة التبريد دول بيشيروا لحاجة واحدة، هو النسيج. يبقى هنا نسبة السيليكا والتركيب الكيميائي، نسبة السيليكا والتركيب الكيميائي. 9. لاحظ صورة عينة الصخر المقابل ثم استنتج ما نوع الصخر. بلورات كبيرة من البيروكسين، بلورات دقيقة من الكوارتز. كبيرة ودقيقة يبقى ده بروفيري، يعني ده متوسط، متداخل اسف. طب في بيروكسين وفي طلع متوسط برضه، يبقى هو متوسط بروفيري، اهو متوسط بروفيري. 10. ما نوع الصخر الغني بعناصر الصوديوم والكالسيوم؟ صوديوم وكالسيوم، وبلوراته متباينة الحجم. متباينة يعني مش شبه بعضها، يبقى أنا بتكلم في صخر بيكون نسيجه بروفيري، يعني أنا هتكلم على صخر متداخل. أهو مفيش غير متداخل، يا إما متداخل حمضي يا إما متداخل متوسط. طب ده في صوديوم وفي كالسيوم، يبقى ده متوسط لأن ما فيهوش سيليكون بنسبة كبيرة، وفي صوديوم وفي كالسيوم. كان في الاسبار غني بالكالسيوم ثم غني بالصوديوم ثم غني بالكالسيوم والصوديوم، فلما يبقى فيه صوديوم وكالسيوم يبقى متوسط. قلنا الكلام في الجيولوجيا حلو، والموضوع فيها مش بيبقى بنفس العقربه بتاعت اسئله الاحياء. انا عارف ان ساعات اسئله الاحياء بتيجي معقربه، وساعات لما تيجي تحل امتحان من امتحاننا تلاقيه معقرب قوي زياده عن اللزوم. الجيولوجيا ان شاء الله افكارها زي ما انت شايف الدنيا قريبه اهي. ما نوع الصخر الذي يتميز بلون داكن، يا قاعدي يا فوق قاعدي؟ طب بلوراته واضحة، جوفي ده ما ينفعش وده ما ينفعش، يبقى هو قاعدي جوفي. الإجابة عندنا هي د. 12. لاحظ صورة العينة الصخرية التي أمامك ثم استنتج. أورثوكليز مايكا كوارتز، الحجم 5 سنتي، يعني ده حامضي خشن. ليه حامضي؟ أورثوكليز ومايكا وفي كوارتز. حامضي خشن درجة تبلوره 750. حامضي دقيق لا، دقيق لا، متوسط دقيق لا. طبعا هو بيتبلور يا اما 750 يا اما يتبلور في اقل من 800 درجة. 13. صخر ربع محتوياته معدن مكسره محاري، نتج من تسلط اللافا. ربع محتوياته يعني 25%. مكسره محاري، انا بتكلم على الكوارتز. نتج من تسلط لافا اثناء تصاعد غازات. استنتج نوع الصخر واسمه. ما هو هنا ده هدور هنا الاول، طالما قال لي مكسره محاري يبقى انا هدور على صخر حامضي. طب جاي من اللافا يبقى انا عايز سطحي حامضي. مفيش حامضي غير الالبيومس، سطحي نسيجه فقاعي، ده انا باكد لنفسي بس. 14. لديك عينتين من الجرانيت والجبر متساويتان في الحجم. هاتان العينتان تختلفان في كل مما ياتي ما عدا. الجرانيت ناري جوفي حامضي، الجبر ناري جوفي قاعدي. مختلفين في نسبة الحديد، مختلفين في لون البلورات، ده فاتح وده غامق. وطبعا الجبر فيه نسبة حديد اعلى. درجة حرارة التبلور ده في البداية وده في النهاية. نسيج الصخر الاتنين نسيجهم خشن لان ده جوفي وده جوفي. ما نوع الصخر الذي يحتوي على معادن تبلور بسرعة في المراحل الأخيرة من تبلور الصهير؟ هو تبلور بسرعة يبقى صخر سطحي. طب في المراحل الأخيرة من تبريد الصهير هيبقى حامضي، يبقى هو عايزه سطحي حامضي اللي هو بركاني حامضي. من الرسم البياني المقابل استنتج أسماء الصخور إكس وواي. إكس حجم بلوراته كبير، واي حجم بلوراته صغير.
حجم بلوراته كبير هيبقى ده خشن، وده هيبقى ده زجاجي او سطحي او دقيق او عديم التبلور. ركز بس واحده واحده. اكس اتبلور عند 50 درجه، نسبه السيليكا 50%. نسبه السيليكا 50% دي اللي هي من 45 ل 55. يبقى انا عايز واحد جوفي خشن اهو، يبقى جوفي السيليكا عنده 50%، يبقى جوفي وفي نفس الوقت قاعدي. جوفي وفي نفس الوقت قاعدي، على فكره مفيش غير جبره. واي سطحي السيليكا 60%، يعني عايزه متوسط، يبقى هم جبره انديزايت. على طول بالترجمه كده توصل للي انت عايزه بالراحه. 18 في رحله للمتحف الجيولوجي بكليه العلوم وجدت العينات الصخريه المشار اليها بالارقام 1 و2 و3. في فراغات هوائيه، في بلورات واضحه متباينه اللون، في بلورات متباينه الحجم. استنتج نسيج ومكان تكوين العينات الثلاثه على الترتيب. بص، متباينه الحجم ده يبقى لازم بروفيري، وده هيبقى متداخل. واضحه هيبقى ده خشن، ومتباينه اللون كمان يعني ممكن يبقى متوسط. فراغات هوائيه ده البيومس، ده الوحيد اللي هو السطحي. ألف فقاعي سطحي. 2 بروفيري متداخل لا. طب ب فقاعي سطحي خشن جوفي بروفيري متداخل طب ألف خشن جوفي لا. طب ده البروفيري متداخل لا. يبقى هي فقاعي سطحي ده الألبيومس، خشن جوفي متباينة اللون أو مختلفة اللون هنا زي الجرانيت مثلا، بروفيري متداخل. أي العوامل التالية لا يلعب دور في تحديد أشكال القباب النارية تحت السطحية؟ لزوجة المجمع بتلعب دور، التركيب المعدني بيأثر على اللزوجة، سرعة تبلور المجمع ملهاش دعوة، كثافة المجمع ليها علاقة برضه. 20 أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للقطاع الذي أمامك؟ التداخل الناري ايه؟ احدث من الفالق، لا ده اتقطع يبقى اقدم من الفالق. القاطع احدث من المقطوع. القطاع به سطح عدم توافق زاوي، مفيش عدم توافق زاوي. الفالق به احدث من التداخل الناري ايه؟ ما احنا لسه قايلين ان الفالق احدث لان التداخل الناري اقدم لانه اتقطع. تاثرت المنطقه بقوه شد، لا ده الفالق ده معكوس، المنطقه تاثرت بقوه ضغط والفالق معكوس. بص ادي سطح الفالق، دي صخور الحائط العلوي اتحركت لاعلى، حتى باين من هنا من عند الجسم الناري. 21 تتابع رسوبي من 3 طبقات تداخلت به مجمع عاليه اللزوجه. لاكولايز تعمل طية محدبة، يتقارب فيه الجناحين من أعلى، يتباعد فيه الجناحين من أعلى، تتحرك صخور الحائط العلوي لأعلى، تتحرك صخور الحائط السفلي العلوي لأسفل. طبعا يتقارب فيه الجناحين من أعلى لأن اللاكولايز بتكون سبب في تكوين طية محدبة. 22 ما الشكل المتكون نتيجة تجمع مجمع قليلة اللزوجة لوبولايس في الطبقات الصخرية؟ طية ولا لوبولايس؟ طب ليه مش طية؟ هي تضغط على الطبقات فلازم يحدد لك كمان انها هتتكون طية مقعرة مش طية ويسكت. أي الأشكال الآتية يمكن أن يتواجد عليها صخر الأوبسيديان؟ ده سطحي. لاكولايس متداخلة، عروق متداخلة، وسائد سطحية، لوبولايس متداخلة أو أشكال نارية تحت سطحية، يعني الحبال والوسائد دي من أشكال الصخور النارية السطحية. ما وجه الاختلاف بين عرق الدوليرايت والجبال البازلتية؟ الدوليرايت عروق يبقى متداخل، بازلتية سطحي. نسبة سيليكا ولا تركيب معدني ولا حرارة التبلور ولا نسيج الصخر؟ ده صخر متداخل في باطن الأرض وده صخر فوق سطح الأرض، يبقى نسيج الصخر خشن سطحي أو زجاجي عديم التبلور، دقيق أو بروفيري. 25
تم الحصول على عينة صخرية من أعلى نقطة في جزيرة في المحيط الأطلنطي. أعلى نقطة من جزيرة في المحيط الأطلنطي. ما التصنيف الصخري لهذه العينة؟ نارية جوفية حامضية، نارية بركانية قاعدية، رسوبية كيميائية كربوناتية، نارية بركانية حامضية. بيقول لك عند أعلى نقطة من جزيرة، طبعا هي هتبقى صخور نارية. أعلى نقطة مش هتبقى جوفية. طب دي جزيرة في المحيط الأطلنطي، سيال ولا سيما؟ سيما، تبقى صخور نارية بركانية قاعدية. دي الأسئلة اللي رابطة الباب الأولاني بالباب الثاني، لأن أنا هنا بتكلم في محيط، قشرة محيطية. قارية تبقى حامضية. ما نتيجة تكرار ثورات بركان أتينا؟ يعني كان الجزء بتاع البراكين من الجزء اللي احنا بنتكلم فيه على طول باستمرار، بس اتشال من علينا يعني. بس هتتكون صخور نارية. دقيقة التبلور ولا واضحة التبلور؟ صخور نارية سطحية يا باشا. دقيقة التبلور. دقيقة التبلور. 27. الحبال والوسائد الغنية بعنصر البوتاسيوم تتكون من صخور. دي أشكال لصخور نارية سطحية: انديزايت، دايورايت، جرانيت، رايولايت. فيها بوتاسيوم يبقى رايولايت، صخر ناري حامضي. 28. ما دلالة حدوث اندفاع للماجما على السطح الفاصل بين الحجر الجيري والحجر الرملي الذي يعلوه؟ حجر جيري، حجر رملي، الماجما اندفعت هنا. وجود عدم توافق زاوي، وجود عدم توافق متباين، وجود عدم توافق انقطاعي. لا يوجد عدم توافق. عدم التوافق بين صخور نارية وصخور رسوبية، وتكون الصخور الرسوبية هي الأحدث، إنما دي جدد موازية. خلي بالك. ما الصخر المتكون نتيجة تصلد الصهير؟ قليل السيليكا، قاعدي أو فوق قاعدي، على شكل حبال سطحي، لأن ده من أشكال الصخور النارية البركانية أو السطحية. دوليرايت، انديزايت، جبرو، بازالت. طبعا بازالت ده قاعدي سطحي. 30. الفتات الذي يكون صخور البريشيا، هو قال بريشيا ولا بريشيا بركانية؟ البريشيا. حدة الزوايا، زلط ولا رمل ولا غرين ولا طمي؟ طبعا هو زلط. حبيبات حجمها أكبر من 2 مللي حدة الزوايا. ده لو كان مستديرة كان يديني كونجلوميرات. 31. أمامك عينة غنية يدوية لحبيبات متلاحمة. من المتوقع أن يكون حجم معظم الحبيبات واضحة. 2500 مايكرون، 1500 مايكرون، 500 مايكرون، 100 مايكرون. لا طبعا هي 2500 مايكرون. ده يا باشا كونجلوميرات متلاحم كمان غني الحبيبات. واضحة. طب أمامك عينة يدوية لصخر رسوبي فتاتي. هو قال إن هو رسوبي فتاتي. ادرسها جيدا ثم أجب. ما العبارة الأدق؟ في بازلت، في حجر، في جرانيت، في حجر جيري. بيقول لك ان كل المكونات المعدنيه للصخر لها نفس العمر. لا خالص. فتاتي تحديدا ده في بازلت وفي حجر جيري وفي جرانيت. طب كل المكونات المعدنيه للصخر نتجت من صخور مختلفه؟ ينفع، لان ده بازلت ناري جوفي، ناري سطحي قاعدي، اسف، ناري جوفي حامضي، ده صخر رسوبي. حجر جيري كيميائي بايو كيميائي. كل المكونات المعدنيه للصخر لها نفس التركيب الكيميائي؟ لا. كل المكونات المعدنيه للصخر نتجت من صخر واحد؟ لا. يبقى الاجابه عندنا هي ب. 33. الشكل المقابل يوضح عينه يدويه لصخر يتكون من حبيبات متباينه الحجم. يعني بص، باين من الرسمه ان في كبير وفي صغير زي ما انت شايف هنا. استنتج الصخر ونوعه. الحبيبات كبيره. كونجلوميرات رسوبي فتاتي. كوارتزايت متحول حبيبي. بريشيا رسوبي فتاتي. رخام متحول حبيبي. هو لا كوارتزايت ولا رخام، هو مش متحول اصلا.
طب كونجلوميرات ولا بريشيا؟ كونجلوميرات. اشمعنى؟ لانها غير حادة الزوايا او مستديرة. 34 تنضج المواد الهيدروكربونية في باطن الارض لتتحول الى الحالة الغازية في درجة حرارة هي المفروض من 70 ل 100، يبقى المتوسط عندنا هنا 80. 35 مصدر احتياطي من مصادر الطاقة ولا يستغل حاليا في حالة شمعية هو الكيروجين، سعره غير منافس للبترول، بيتحول لمواد نفطية عند 480 درجة. ادرس التركيب التكتوني المقابل ثم استنتج الأهمية الاقتصادية لهذا التركيب. دي طية ولا دي طية محدبة. يتجمع فيه صهير الصخور، يعتبر خزان الماجما. عمر الصخور يخزن مواد هيدروكربونية. الماجما تخزن مواد مصدر من مصادر الطاقة وغاز كمان. هو مش بيقيس عمر الصخور على فكرة، وكان بيستدل بيها على عمر الصخور، وهي طبعا مش خزان للماجما، ومفيش حاجة اسمها صهير للصخور، دي مستبعدة أساسا. 37 رواسب عضوية ذات قيمة اقتصادية تتكون غالبا في مناطق المستنقعات خلف دلتوات الأنهار، حيث الظروف المناسبة بزيادة درجة الحرارة تتبخر الأجزاء الطيارة فيزداد تركيز الكربون. ده أنا بعد لك الحدوتة كاملة كلها، يبقى هو الفحم. 38 أثناء رحلة جيولوجية في الواحات البحرية، الله يسهلك يا عم الحاج، وجدت عينة لصخر يتكون من معدن مخدشه أحمر. معدن مخدشه أحمر، مش عارف أنت تقصد هيماتايت ولا تقصد مين؟ أكيد ده متحول كتلي حبيبي ناري جوفي حامضي رسوبي كيميائي أكاسيد ناري بركاني متوسط، هو رسوبي كيميائي أكاسيد، طبعا ده أكسيد حديد اللي هو الهيماتايت. 39 يا باشا، افحص الصورة التي أمامك جيدا ثم أجب أي العبارات تنطبق على الصخر. أنا شايف إن في قواقع. صخر سيليكاتي غير عضوي، لا مش سيليكاتي، ده كربونات كالسيوم. كربونات كالسيوم دي فورامينيفرا مثلا، دي قواقع. صخر غير سيليكاتي عضوي يحتوي على معادن يمكن خدشه بالعملة النحاسية، ولا ده جبس صخور، ده حجر جيري. تلك، جبس، كالسايت، فلورايت، اباتايت، تلك، جبس. صخر غير سيليكاتي غير عضوي، لا هو عضوي. صخر سيليكاتي، لا هو مش سيليكاتي، يبقى الإجابة عندنا باشا هي ب. 40 وجد أحد الطلاب خلال رحلة جيولوجية، تلاقي الأسئلة كلها رحلات، كميات كثيرة من بلورات مكعبة مذاقها ملحي، ده الهالايت، ده رسوبي كيميائي اللي هو مكون لملح الطعام. 41 أثناء زيارتك للمتحف الجيولوجي، زيارة برضو، وجدت عينة لصخر أبيض متعرق، أبيض بس فيه عروق، ده رسوبي فتاتي ولا ناري جوفي ولا ناري جوفي متوسط ولا متحول كتلي يا باشا؟ ده رخام أبيض متعرق. تداخلت ماجما قليلة اللزوجة، قليلة اللزوجة بتتكلم في اللوبولايس يا معلم، فكان فوقها حجر رملي وأسفلها جرانيت، بقوا كوارتازايت وبقوا نيس. ما الصخور الناتجة؟ بص كوارتازايت ونيس على طول لما سأل على الصخور. ادرس القطاع الجيولوجي المقابل. إذا علمت أن التداخل الناري في القطاع المقابل يحتوي على نسبة سيليكا حوالي 60%، أنا 60% يبقى أنا بتكلم في صخر متوسط. أي الصخور التالية يتسبب الصهير في تكوينه؟ هنا في حجر جيري ملامس، هيبقى رخام، مش هينفع كورتازايت لأنه ده جاي من الحجر الرملي. طب هنا في حجر طيني، هيبقى شيست ميكائي، يبقى شيست ميكائي، ما يبقاش اردواز، لا ما يبقاش اردواز، شيست ميكائي، ويبقى مايكرو دايورايت لأنه متوسط.
هناك صخور تمثل 5%. ايه ده؟ تقصد بيها صخور رسوبيه من صخور القشره الارضيه، اي منها يعتبر مثال لهذه الصخور طبعا هو الحجر الجيري. عند زيارتك للمتحف الجيولوجي بالقاهره برضو زرت، وجدت صخر يحتوي او كربوناتي يتميز بكبر حجم بلوراته وتماسكها. كربونات كالسايت، طفل، رخام، شيست ميكائي. هو قال صخر على فكره، ما قالش معدن. اصل الكالسايت كربونات كالسيوم، الطفل ما فيهوش كربونات، الشيست لا، هو الرخام كربونات كالسيوم. صخر متحول كتلي، لما تعرض الحجر الجيري للحراره البلورات بتاعته تلاحمت، تماسكت، بقى النسيج بتاعه حبيبي، يعني البلورات كانت اكبر اكثر وضوحا عشان يعرف يتلائم مع الظروف الجديده. 46. ما نتيجة تعرض طبقة من الصخور الطينية لاندفاع صهير عالي اللزوجة تضغط على الطبقات لأعلى، هيتكون حاجة اسمها لاكولايس، تتقوس لأعلى وتترتب البلورات في صفوف متقطعة. دي صخور طينية. لا يا باشا، لا يا باشا، في صفوف متصلة. المتقطعة دي النيس. 47. تعال شوف بقى. ادرس الشكل المقابل ثم استنتج ما نوع الصخر في نسيج العينة رقم 2. هنا حرارة شديدة وكان في ضغط، يبقى النسيج بتاعها متورق، بتظهر خاصية التصفح، تترتب الحبيبات في اتجاه اهي عمودي على اتجاه الضغط الواقع عليها. انما الحبيبي معناه ان في بلورات كبيرة، البروفيلي معناه ان في بلورات كبيرة وبلورات صغيرة، الزجاجي ان في بلورات دقيقة. 48. ما الذي يميز الصخور المتحولة المتورقة عن الصخور النارية عند تعرضها لدرجة ضغط وحرارة دون انصهار؟ يعني مفيش انصهار. ثبات نسبة السيليكا، تغير التركيب الكيميائي هيتغير، تغير التركيب المعدني، ثبات نوع النسيج. الصخور المتحولة المتورقة لما تتعرض لضغط وحرارة هيثبت فيها نوع النسيج، هيبقى متورق. هيثبت فيها نوع النسيج، هيبقى متورق. 49. أي التغيرات التالية تطرأ على صخر عند تعرضه للحرارة والضغط؟ ضغطها يعني في تورق. ترتيب البلورات في نفس اتجاه الضغط؟ لا، هي بتبقى في اتجاه عمودي. يزداد حجم البلورات دون ترتيب، ده لو حرارة بس. تترتب البلورات عموديا على اتجاه الضغط في صفوف متقطعة؟ ينفع. يقل حجم البلورات؟ لا. 50. صخران لهما نفس التركيب المعدني، الأول رسوبي كيميائي والآخر كتلي. الاتنين نفس التركيب؟ ده حجر جيري ورخام، يعني الاتنين بيتكونوا من الكالسايت. الاول بيه حفريات كامله والتاني حفريات مشوهه. طب الاول حفريات مشوهه؟ لا. الاتنين مشوهه؟ لا. تعرقات ولا حفريات؟ لا. الاولاني ده رسوبي بايوكيميائي، ده الحجر الجيري، التاني حفريات مشوهه. 51. عند تعرض صخر رسوبي فتاتي يقل حجم الحبيبات عن 62 مايكرون. انا بتكلم على الطين، عنده ضغط مرتفع وعنده حرارة شديدة. ما هو الصخر المتكون؟ الطين لما بيتعرض لحرارة وضغط بيديني شيست ميكائي. 52. يبين الشكل المقابل جزء من دورة الصخور. ما هما الصخرين المشار إليهم بالحروف A و B؟ ده فتات من ثاني أكسيد السيليكون. لما يتحجر ده رمل، عشان كده لما يتحجر يديني حجر رملي. طب ولما يلامس الصهير يديني كوارتزايت، يبقى حجر رملي وكوارتزايت على طول. حجر رملي وكوارتزايت على طول. ربنا يجيب تعبكم بكل خير. احنا عدينا على كل اسئله الثانويه العامه اللي جت في الصخور، وكان عندنا فيديو حل اسئله الثانويه العامه اللي جت في المعادن، وعندنا فيديو حل اسئله الثانويه العامه اللي جت في الباب الاول جيولوجيا.
كل اسئله الثانويه العامه اللي كانت خاصه بعلوم الارض موجوده بين ايدين حضرتك. شد حيلك يا بطل وذاكر. ربنا يقويك يا اولاد يا رب بالشفاء.